باسم لما كان بيأهل معايا بتاع الريبير، هو جاي لي بعد 3 شهور بيجري 5 كيلو في اليوم. مش كل يوم، بس يعني بيجري 5 كيلو. كان بيروح الجيم وبيتمرن، ورجله الاكستنشن جايبه كله والفليكشن جايبه كله، كل حاجة سليمة يعني. هل ممكن يكون ان هو جاي بعد 3 شهور او اقل من 3 شهور تقريبا يعني بيعمل الحاجات دي كلها، ممكن تبقى ريسك ان هو الاي سي ال ده يتقطع بعد كده، صح؟ ممكن لو من الاسترس العالي، ممكن لان الاسترس العالي على الليجامنت في اول فيز يعني ممكن بيدخل الليجامنت يعني في فكره ان هو ممكن يتقطع اكتر، صح؟ ايه، ان هو ممكن الريسك يبقى يتقطع اكتر لانه قدام. بيبقى مشدود اكتر، فممكن هو يقولوا عليه ان هو زي اتمط كده. دي حقيقه كل يعني في ستاديز كتير بس ما كانش منتظم في الريهاب. بس ما تظلميهوش بقى. لا هو فعلا قعد شهر فعلا قطع في الاخر. بس هو انا عمري ما شفت واحد، وفي الاول كمان فعلا في واحد، انا عمري ما شفت واحد في الاي سي ال بالقوه دي. ما شاء الله عليه، يعني يمين زي الشمال، في كل حاجه، في كل الموفمنتس بيجري. ده كان بعد 4 شهور انا خايف اقول له اجري وهو بيجري، انا خايف اقول له اعمل سبرنت وهو قادر يعمل سبرنت. جه خف في الاخر لما كنت بقول له مثلا اعمل 60% من قوتك سبرنت، كان بيعملها عادي 70. بس تعالى نطلع ل 100%، بيقلق شويه يعني. الجامبات كانت زي الفل يعني، بعد شهر، انا مثلا نقول الشهر الخامس كان بيجامب وبيعمل كل حاجه بسهوله يعني. فممكن يكون الريتيرن للراننج بدري، ودي على فكره في كل الاستاديز اللي اتعملت، الرجوع للراننج بدري عن اللي المفروض ترجعه ده ريسك فاكتور ان الاي سي ال يتقطع بعد كده لما تحط عليه هاي فورس في ملعب او في انفايرمنت فيها كاتنج كتير. بدري ده اللي هو امتى يعني؟ هل بدري ده اللي هو قبل 3 شهور يعني، ولا بدري ده الكرايتيريا بتاعت حسب الكرايتيريا بتاعت ان هو يبدا يجري امتى؟ مش حسب الوقت. جزء، ما هو في جزء وقت، بس ده هنتكلم كمان في الريكونستراكشن. في جزء وقت مرتبط بالفيز اللي فيها ما وصلش يعني من اللي هو لسه بيتحول من تندون لليجامنت. يعني ممكن نقول ان اول فيز، بص كده، الليجامنتايزيشن هم 3 فيزز. اول فيز لحد الاسبوع الرابع، تاني فيز لحد الاسبوع ال12. نقول ان هو ما عداش الفيز الثانيه دي. ماشي، بنحط ده في الاعتبار مع الفانكشنال كرايتيريا اللي هي البين سكيل اللي هو يعني والسويلنج وقد ايه هو في الرينج اوف موشن، وقد ايه في الماسل باور من الرجل الثانيه وهكذا. طيب يعني احنا بنهتم اكتر بالكرايتيريا اكتر من نهتم بالوقت. مع شويه وقت، مع شويه اهتمام بالوقت طبعا. بس الكرايتيريا الاربع حاجات دول هم الاساس. طيب بصوا، في الليجامنتايزيشن خلينا بس نتكلم على حاجه في الليجامنتايزيشن. انا لما دورت ما لقيتش كتير قوي بيتكلم عن الليجامنتايزيشن كستاديز. ماشي، دايما اي حاجه ببقى عايز اقولها الاستاديز مظبوطه وانا قاريها وكل حاجه. ما لقيتش داتا قوي عنه، لقيت هما التو ستاديز دول، واعتقد ان في واحده منهم قديمه شويه يعني، والاثنين تقريبا كانوا معمولين على الهامسترنج. الاثنين كانوا على الهامسترنج جرافتس. في ستاديز كتير على الحيوانات، بس ما فيش ستاديز كتير على البني ادمين. فستاديز على الحيوانات مش شرط ان انا اقدر ابلايت على البني ادمين بشكل دايركت، لازم الاول اقيس على البني ادمين. في الحيوانات كانوا بيلاقوا انه هي بتعدي ب 3 فيزز. فيرست فيز اسمها الايرلي جرافت هيلينج فيز، الجرافت لسه بتهيل، دي بتاخد لحد الاسبوع الرابع. بيبدا الاميون سيستم يبعت اميونيتي سيلز للمكان عشان تبدا تهيل والكلام ده كله. طيب السكند فيز اللي هي اسمها البروليفريشن فيز، يبدا شويه ان هو يتحول شويه لليجامنت، من تندون لليجامنت، حاجه بسيطه قوي. طيب في الثيرد فيز دي لقوا ان هي ممكن اصلا تمتد لحد 2 سنين. يعني مش شرط خالص ان بعد سنه يحصل كومبليت ليجامنتايزيشن، ان هو يرجع من تندون يتحول لليجامنت. ده مش شرط انه يحصل، بنسبه كبيره مش بيحصل قوي الا بعد اكتر من 2 سنين. مع ان في لعيبه كتير بتنزل تلعب عادي بعد اول سنه، يعني بعد اول 9 شهور عادي جدا بينزلوا يلعبوا، وبيفضل الليجامنت ده وبيحصل له ليجامنتايزيشن واحده واحده. ففي الاستاديز اللي انا شفتها ما اقدرش اقول ان هي الليجامنتايزيشن دي بروسس بتخلص عند كذا.
بتخلص على بعد سنه، بتخلص بعد سنتين. ده ما بيحصلش. هما بعد سنتين لما كانوا بيعملوا MRI للناس دي بيلاقوا انه لسه ستيل في حاجات ما حصلتش زي ACL القديم. لسه في شويه، اصل هو ACL او الليجامنتس عموما هي كولاجين تايب معين، والتندونز تايب تاني او كولاجين ستراكشر تاني. فالفكره انه ده بيفضل الجسم يزود فيه الكولاجين على قد ما يقدر لحد ما يوصل ان هو بقى ليجامنت مش تندون. فما اقدرش اقول انه الريهاب مرتبط قوي بالليجامنتايزيشن، لكن اقدر اقول ان هو مرتبط جدا بالفانكشنال كرايتيريا او بالفانكشنال اوتكمز اللي بتحصل. طيب عايز اتكلم على السيرجيكال كومبليكيشنز بس قبل ما نخش على حاجه مهمه قوي بعد ما نخلص العمليات. اول حاجه ان انا ممكن يجي لي انفكشن في العمليه. انفكشن ده بسبب ايه؟ بسبب ان الجراح او الدكاتره اللي واقفين معاه ما اهتموش قوي بالتعقيم بتاع الادوات، فانا جالي انفكشن. ممكن يحصل لي حاجه اسمها ني اكستنشن لاج، يعني ما اقدرش افرد ركبتي. هي اصلا اسوأ حاجه بعد الصليبي ان الشخص ده لازم يبقى بيفرد ركبته. لو ما فردش ركبته بعد اسبوعين او شهر من العمليه يعني هيعاني شويه بعد ما يجي يعمل التاهيل. ممكن كمان جوينت تندرنس، احس بوجع حوالين المفصل لما ادوس عليه. تندرنس ان انا احس بوجع لما ادوس على المفصل. يحصل جرافت فيلير. يعني ايه جرافت فيلير؟ جرافت فيلير دي يعني ممكن تبقى الجرافت موجوده اللي هو ACL اللي محطوط، ولكن تلاقيه لاكستيف، مش مقطوع. هو مش مقطوع ولا حاجه، بس هو لاكستيف، هو فيه شويه لاكستي. ممكن الاقي انتيريور ني بين، الاقي ني ستيفنس، يحصل لي DVT دي يعني بتبقى بلاد كلوت في الرجل في السمانه من تحت، وممكن تبدا تطلع لحد ما توصل للمخ. فكل دي حاجات ممكن تحصل بعد السيرجري. فيا جماعه اي عمليه في الحياه ممكن يحصل بعدها كومبليكيشنز، وعمر ما في عمليه بتبقى 100% امنه. العمليه دايما لازم ابقى حاطط لنفسي كده رينج 10-20% ان انا ممكن يحصل لي مشاكل بعد العمليه، وممكن احتاج اخش اعمل عمليه تاني. فمحتاجين ان احنا هنا في الاستادي دي شافوا حوالي 958 شخص، وكانوا بيشوفوا الكومبليكيشنز وبيقارنوها بالتايب اوف جرافت كمان، هي هامسترنج ولا اماميه ولا سمانه ولا ايه. فكانوا بيقارنوها بالتايب اوف جرافت، وهنا ما لقوش اي ريليشن قوي ما بين ابقى واخدها من الخلفيه فيحصل كومبليكيشن، لو واخدها من الاماميه يحصل مش عارف ايه. بس هم هنا ذكروا اكتر كل الكومبليكيشنز اللي انا كاتبها لكم هنا دي. لو حد يا جماعه بيجي له عامل ACL وحصل له ني اكستنشن لاج، ده انا لازم افضل وراه لحد ما اجيب له الني اكستنشن. يبقى مش عارف يعيش. مش هسيبه الا لما اجيب الني اكستنشن. ودي حاجات هنتكلم عليها في الريهاب يعني. طيب ينفع ACL يهيل من غير عمليه؟ على حسب ايه؟ على حسب ايه؟ حسب التير قد ايه. يعني لو ما انا بقول لك هو لو كومبليت ينفع ولا ما ينفعش؟ من غير مايك. ما يهلش خالص من غير عمليه. طب ما انا في ناس شفتهم كتير يعني بيجي لهم ACL ما بيعملوش العمليه، بيعيشوا ازاي؟ هو لو مش اثليت فمش هيحتاج يعمل موشنز كبيره. لو مثلا حد سنه اصلا كبير في السن، لو حد ماشي وجاله تير، فهو اصلا مش هينط في الملعب، فانا ممكن ماشي. اعمل له تاهيل بسيط عشان بس حياته تمشي وكده. ممكن ساعتها ما يضطرش يعمل العمليه، بس من غير عمليه. اه ويعيش عادي ويقدر يمشي، ما يحصلوش رجله ما تخنوش او كده، ما يبقاش عنده بين شديد عادي يعني. طب انت ينفع مثلا واحد MCL الليجمنت اللي من جوه ينفع يتقطع واعيش بيه مقطوع؟ ما انا لو عشت ACL، يعني لو ACL مش بيهيل فانا عايش ACL مقطوع، صح؟ لو انا ما عملتش عمليه فانا عايش ACL مقطوع. طب ينفع اعيش MCL مقطوع؟ او ينفع اعيش مثلا هو في ACL حسب هو مسبب انستابيليتي قد ايه، وحسب احتياج الشخص ده ليه ايه، ومقطوع بنسبه قد ايه. فممكن مثلا حد مش محتاج او حد مش بيعمل اي رياضه زي ما هي قالت واتصاب في حادثه مثلا، فالاستابيليتي بتاعته هو اصلا مش محتاج استابيليتي عاليه، صح؟ وهي بعد الحوار ده الاستابيليتي اتاثرت قد ايه. ممكن واحد الماسكولار فورسز بتاعته كويسه فقادره تعوض الاستابيليتي بتاعت ACL وهكذا.
كبريوريتي ليه مش مهم ان هو يعمل بس هل هو عملية. بيهيل ولا مش بيهيل؟ حسب بقى درجة القطع وحسب هو هيعمل ايه علشان يسيبه يهيل او لا. فدي حاجة انت تشرحها بعدين مش شفتها. يعني ازاي مثلا انا مش ما عايزين رحتش، انا نسبق. ما رحتش يمين. ف يعني في طرق ان هو خلاص انا لو هحط في اعتباري ان هو مش هيعمل عملية فهعمل له ايه عشان اساعده ان هو يهيل من غير عمليه، صح؟ بس هي دي بقى الحاجات اللي بس ممكن يهيل. ممكن يهيل حسب درجة القطع وحسب الاستريس اللي وحسب هيتحط عليه ماشي. في لا يعني لو انا مثلا هتكلم في ان هو اول سنه هيعمل معايا ريهاب وهيفضل ماشي على الريهاب من غير ما ينزل ملعب ولا اي حاجه، ففي السنه دي هو ممكن يرجع يهيل عادي ويبقى زيه زي الاي سي ال العادي ولا؟ اوكي مش عايز احرق يعني طيب. مثلا في الحاجه في حاجه انت يعني هتشرحها أيوة، كمان شويه. بس هي بعيدا عن برضو الكروس بريسنج بروتوكول. حلو برضو يعني كستاديز في ناس وفي ناس في ناس وفي ناس لا. فيعني دي هي حقيقة. جولد ستاندرد ولا لا؟ رايي انا لا. اوكي. بس حسب البريوريتي حسب بتاعت الشخص البريوريتي. ده ما اقدرش. يعني لو هو بيلعب رياضه يبقى ماشي، هنشوف. في حاجه لكل حاجه. طيب بصوا يا جماعه، اولا في ستاديز وستاديز مش قليله، ستاديز كتيره شويه قالت انه الاي سي ال بيهيل من غير عمليه خالص. ماشي، ده بيحصل وبيهيل، وحتى لو الشخص ده ما عملش، ما حطش في رجله دعامه، يعني ما ثبتش رجله، هو الاي سي ال يقدر يهيل عادي جدا ويرجع، وفي بلاد سبلاي بيروح له، بس بلاد سبلاي ممكن يبقى قليل شويه. طيب لما جينا في استادي اسمها الكانون ترايل، هي هم مسمينها كانون، دي اختصار كذا حاجه يعني، بس في الاستادي دي هم جابوا ناس معينه قالوا لهم روحوا يا جماعه اعملوا العمليه، وناس معينه قالوا لهم ما تعملوش العمليه وتعالوا نقارن، وقعدوا 2 ل5 سنين بيتابعوا الناس دي، شوفوا عملوا العمليه ولا ما عملوش. حلو. طيب هل كان في ديفرنس ما بين الاثنين على مدار 2 و5 سنين؟ لا. هل الناس دي كانت رياضيه بروفيشنال؟ برضه لا. فانا ما اقدرش هنا اقارن على رياضي بروفيشنال، اقدر اقارن على البني ادمين العاديين، ولكن لقوا ان الاي سي ال بيهيل عادي جدا من غير اي عمليه وبيرجع للشكل الطبيعي بتاعه على الام ار اي. ما هم في كل الاستاديز دي هم بيرجعوا للام ار اي، بس في ناس برضو الاي سي ال مش بيهيل عندها، وفي ناس بتضطر ان هي بعد 2 أو 3 باحساس الانستابيليتي واحساس انه رجلي بتخني واحساس ان انا مش قادر اجري ومش عارف ايه، بضطر ان انا اروح اعمل عمليه. ففي ناس بعدها ب2 أو 3 بيبداوا يرجعوا لقرار العمليه ويقولوا والله خلاص، لان هو ده اللي هيخلي فيه ستابيليتي، ده اللي هيخليني ارجع العب كوره براحتي واعمل كل حاجه براحتي. في الكانون ترايل دي هم قارنوا ما بين جروبس كتيره، وناس عملت العمليه وناس عملت العمليه بعد 2 وناس ما عملتش العمليه خالص، ولقوا ان في ناس من اللي ما عملوش العمليه خالص هم جالهم هيلينج عادي جدا. طيب الناس دي كلها بعد 2 وبعد 5 سنين هل الاوتكم هو الاوتكم هو ما بين ال3 جروبس، ما عدا الناس اللي ما عملتش عمليه وما حصلش هيلينج. في ناس ما عملتش عمليه بس ما حصلش هيلينج، فالناس دي طبعا عندهم بين، عندهم ركبتهم بتخونهم الكلام ده كله، بس في ناس ما عملتش العمليه وحصل لها هيلينج. ففي الكيس دي الاوتكم بتاعهم كبين، كمشي، كجري، ككل حاجه، طالما عملوا ريهاب مظبوط بيرجعوا للنورمال ستيت بتاعتهم عادي، وبيتقارنوا بالاي سي ال ريكونستراكشن. فهل الريهاب، هل العمليه مهمه في الاي سي ال؟ حسب الكيس زي ما قلنا، لكن مفيش اي ستاديز اتعملت على شخص رياضي بروفيشنال بينزل الملعب وبيجري بيحط فورسز كبيره قوي او بيلتحم زي في حاجه زي الكوره مثلا. في الليترتشر ريفيو، عارفين حد عارف الفرق بين الليترتشر ريفيو والسيستماتيك ريفيو؟ السيستماتيك بتبقى جامعة كذا ستادي وبتقارنهم ببعض. اوكي. والليترتشر دي الكونكلوجن. حلو. الليترتشر دي مش عارف. طيب هي الفرق ما بين الليترتشر والسيستماتيك ان الليترتشر بيجي واحد دكتور مثلا في جامعه باحث ايا كان،
قرر ان هو يجمع الداتا عن مثلا قطع الصليبي او العمليه بعد قطع الصليبي، انهي عمليه احسن، ريبير ولا ريكونستراكشن. فهو كان قاعد، مش هقول قاعد في بيته يعني، قاعد في معمله، قرر ان هو يقرا البيانات دي كلها وهو اللي يلخصها، فبقى اسمها ليترتشر ريفيو. بس هنا بقت مبنيه على آراءه الشخصيه اكتر ما هي مبنيه على داتا حقيقيه. هو ممكن ستاديز معينه يقراها بشكل معين، ممكن ما يقدرش يجمع حاجات معينه، فهو بتبقى اكتر مبنيه عليه. لكن السيستماتيك ريفيو هي سيستماتيك لان هي ليها سيستم بتتحط عليه. هما بيجمعوا الداتا من اماكن معينه، بعدين بيقيسوا الريسك اوف بايس في كل ستادي، فالموضوع كومبليكيتد شويه، فبيطلع ريزلتس احسن بكتير. فهنا كانوا بيتكلموا في الستاديز دي على الريهاب من غير عمليه. لقوا ان هم ما نقدرش، بس دي ليترتشر ريفيو مش سيستماتيك، فما نقدرش نعتمد عليها قوي. بس هي الفكره ان هم لقوا انه انا ما اقدرش اقول هل العمليه احسن ولا السيرجري، ولا قصدي من غير عمليه احسن. ما اقدرش اقارن ما بين دي ودي لان لسه ما فيش داتا كفايه ان انا اقدر اقول والله دي كذا ودي كذا. كل دي ستاديز اتعملت على ال ACL ريهاب من غير عمليه، ومعظمهم كان الاوتكم بتاعهم كويس، انه فكره ان في ناس فعلا ال ACL عندها بيهيل وده طبيعي. بس ده برضو ساعات بيعتمد فعلا على وقت على مكان القطع، على القطع ده قد ايه، على الشخص ده رياضي ولا لا، ليها بيعتمد على حاجات كتير قوي. طيب لو جينا هنا نتكلم عن اخر حاجه اللي هي الكروس بريسنج بروتوكول. اكيد كلنا سمعنا عن الكروس بريسنج بروتوكول. طب هو ايه؟ طب هو كروس ده ايه يعني؟ كروس ده صليب ولا كروس ده مين؟ حد يعرف ايه كروس ده؟ كروس ده يا جماعه هو اسم الراجل اسمه توم كروس، فهو قرر يسمي البروتوكول باسمه كروس بريسنج بروتوكول. فهو عشان بس شفت على انستجرام واحد بيقول ليه علاقه بالصليب عشان الاي سي ال والبي سي ال كروس، هو اسم الراجل توم كروس، فهو قرر يسمي بتاع كروس بريسنج بروتوكول عادي جدا. هو الكروس بريسنج بروتوكول لحد دلوقتي ما عليهوش غير ستادي واحده بس هي اللي موجوده، وهو لسه يعني عشان سمعت له كذا بودكاست كان بيتكلم فيه، قال ان هو لسه شغال على 11 ستادي المفروض ان هم يطلعوا على مدار السنه الجايه واللي بعدها، وشغال عليهم دلوقتي. بس حاليا ما فيش الا ستادي واحده اتعملت عن الموضوع ده. بيعملوا ايه؟ ببساطه الاي سي ال اتقطع، اروح احط الاي سي ال في 90 ديجري فليكشن واثبته بدعامه، والشخص ده يقعد 4 أسابيع في الدعامه دي، رجله ما بتتحركش خالص. ماشي. ليه؟ لان هو لقى ان هو اصلا كان جراح وكان بيعمل اي سي ال ريكونستراكشن عادي، بس هو لقى انه لما الرجل بتتني في 90 ده اقرب بوزيشن ان التو اندز بتاع الاي سي ال يلمسوا في بعض، فالاي سي ال يحصل له هيلينج. فلما جابوا ناس في الاستادي دي حطوهم في 90 ديجري فليكشن بعدين لمده 4 أسابيع وجم تابعوهم بعد كده بالام ار اي، لقوا انه في الام ار اي في هيلينج وفول هيلينج، مش هيلينج بسيط حتى، ده دي راجعه زي الاول. وفي الاستادي اللي هم عاملينها ده انا سايب اللينك بتاعها، وما دي واحده يعني كان حد بيتكلم عن الاستادي، بس دي الاستادي الحقيقيه. الاستادي دي هتلاقوا فيها الصور الام ار اي موجوده قبل وبعد، حد عنده قطع وحد ما عندوش قطع، سوري، وبعد القطع، وحصل فعلا فول هيلينج. بعد ال3 أسابيع بعمل ايه؟ انا ثبت رجلي في 90، ابدا افتحها شويه، يفتح لي الدكتور رينج اوف موشن من 90 ل 60، ما بين 60 و 90 اقدر احرك رجلي لحد ما اوصل ل 12 اسبوع اشيل الدعامه دي. ماشي. وابدا افتح الاقي ان رجلي خلاص بقت مفروده على الاخر. بس هنا مشكلتها شويه ان في ناس ممكن يحصل لهم كونتراكتشر في الركبه، ان ركبته لان هو متسبب بقاله 4 أسابيع في نفس البوزيشن. بس يعني هنيجي مثلا نقارنها لو حصل كسر في اي عمليه، ما بيقعد نفس الوقت وممكن يقعد اكتر كمان، فعادي يعني ممكن يحصل كونتراكتشر، بس مش حاجه جامده يعني، هتتعالج مع ان انا اعمل له ريهاب واظبط له الدنيا عادي جدا يعني. مفيش solid evidence على البروتوكول ده. يعني ايه؟ يعني مفيش ستاديز كتير قالت والله انا جبت 200 واحد و200 واحد وده عمليه وده كذا ومش عارف ايه. لا، هي ستادي واحده، هم لسه بيجهزوا ستاديز دلوقتي وشغالين عليها، ولكن هي ستادي واحده هي اللي معموله في الموضوع ده، وادتنا الريزلتس بتاعت ان هو فعلا ممكن يهيل من غير عمليه.
ده بقى انا كنت سايبه كسؤال المفروض الريهاب. يعني انا كده خلصت الجزء اللي قبل العمليه. اصلا حد عنده سؤال قبل الريهاب؟ حد عنده سؤال حد قبل الريهاب؟ حد عايز يسال في اي حاجه قبل مرحله ان انا اخش اعمل ريهاب؟ يعني انا خلاص جالي الشخص ده وكان عامل العمليه وعمل ريبير او ريكونستراكشن او عمل كروس بريسنج بروتوكول، ما حصلوش اي كومبليكيشنز، هيبدا بقى تاهيل. في اي حاجه عايزين تسالوا فيها؟ طيب ايه الريسك، ايه كل الريسك فاكتورز اللي ممكن تحصل بعد العمليه؟ او ايه الريسك فاكتورز؟ خلينا نسال الاول ايه الريسك فاكتورز اصلا اللي ممكن تصيب الصليبي قبل سيبكم العمليه؟ ايه الاي سي ال فاكت، ايه الريسك فاكتورز اللي ممكن تعمل اصابه في الرباط الصليبي غير الدايناميك ني فالجس، غير ان انا لاند على رجل مفروده، غير الحاجات كلها اللي انا قلتها؟ في حاجات ليها علاقه اكتر بالاستراكشر بتاع الركبه، ماشي؟ يعني في مثلا في حاجه بيسموها تيبيال سلوب، يعني انا التيبيا عندي من هنا اهو، في ناس العظم عندها مثلا اعلى شويه، فزياده التيبيال سلوب دي ريسك فاكتور بناء على ابحاث كتير قوي، هي ريسك فاكتور لان الاي سي ال يتقطع. طيب في حاجه اسمها فيمورال ويدث، انا النوتش اللي بيتحط فيها الاي سي ال من جوه ممكن تبقى الويتش دي اوسع شويه او اضيق شويه، كل دي ريسك فاكتورز ان الاي سي ال يتقطع لو الحاجات دي زايده عن الطبيعي عند اشخاص معينين. وده برضو بيحصل لو انا خلاص هو الاي سي ال اتقطع وانا ما اعرفش التيبيال ستوب عنده عامل ازاي، الجراح دخل عمل العمليه والله شاف ده اعلى من الطبيعي ومش عارف ايه، بيقدر يحدد شويه ري رابتشر ريت، يعني هو عمل بقى تاهيل وبتاع، لا ده ممكن يتصاب اكتر من الاول، اكتر من اي حد تاني. بتبقى برايمري مش شكل، يعني هو شخص كده مولود بيها، ما تقدريش ان انت يعني هو مولود بيها، فهنضطر ان احنا يعني هو ما فيش اي حل. في اعتقد انه في جراحين ممكن بيعمل زي كانه بيصنفر العظمه مثلا لما بيلاقي، بس مش كله بيعمل كده، لان طبعا ان انا فكره ان انا العب في العظمه اصلا هتعمل بين جامد قوي يعني. بس انا كده خلصت كل الحاجات. حد عنده اي اسئله في الحته دي؟ حد عنده اي اسئله في قبل ما قبل الصليبي؟ طب حد يعرف اي ريسك فاكتورز ثانيه؟ حاجه بفهم بالظبط الام ار اي، انا بعرف ان هو بارشل تير من الفلتر، يعني بيقطع بس بسيط. بصي هتلاقي، خلينا نرجع كده للصوره. بص احنا قلنا ده النورمال صح؟ هتلاقي فيه هنا كده هتلاقي فيه زي خط ابيض بس صغير. خط كده؟ لا خط قاطع كده، قاطع كده، تلاقي هنا كده في خط ابيض كده بسيط، ده بينديكيت بارشال تير. الفول تير طبعا هو ما بيبقاش فيه خالص، بيبقى بس في ديسربشن كامل يعني، لكن البارشال تير بنقول، والبارشال تير برضو بيبان اكتر من السيمتومز. يعني لما تيجي تعملي التست هتلاقي التست ده مش رجله مش لاكستيف قوي، هتلاقي وهو بيقول لك الاعراض اللي كانت عنده ما ورمتش قوي بعد اللعب او كده يعني. بس انت ماسك المايك ليه؟ في التست مش هيكون لا عمره طبعا ما يبقى زي الفيديوز اللي احنا شفناها دي، الفيديوز دي هو بيطلع فوق. لكن التاني ممكن لما تقارني بالرجل التانية تلاقي شويه في لاكستي عن الرجل التانية. بس اسال سؤال؟ تسال سؤال؟ اسال سؤال وبعدين نسقف. دلوقتي احنا اتكلمنا على الريسك فاكتورز في الاول اللي ممكن يحصل له، زي مثلا الني فالجس والدايناميك ني فالجس، ماشي، وان هو في الاغلب بيكون الانجري في الدايناميك ني فالجس وبتكون نون كونتاكت. بالظبط. طيب في حته بقى اللي هو ازاي نقدر نمنع او نقلل من البريفنشن بقى، بريفنشن ان ده يحصل في الملعب، من ناحيه ريليتد للفاتيج، ومن ناحيه ريليتد للكوجنيتيف اويرنس بتاعه مع السيتويشن ده. يعني هو على طول بيعرف يعمل اللي يتحط في دايناميك ني فالجس او يروح في ني فالجس ويطلع منه تاني ويبروديوس فورس عكسه وهكذا. ايه بقى اخر الابديتس في حته ان هو هبريفنت امتى، هعرف امتى ان ده لو مش قادر يكنترول دلوقتي الني فالجس
فهو معرض ان هو يتصاب، سواء بقى في حاجات تمونيتور زي مثلا الجي بي اس داتا وهكذا، ان هي بتمونيتور الفتيج للعيبه وهكذا. حاجات كوجنيتيف اكتر، ان انا اقيس هو يعني منتالي فاتيج ده اصلا مش قادر يكنترول عكس كده، لان اغلبها بتحصل وهو تعبان او هو مجهد. فايه اخر الابديتس في الحاجتين دول، او ممكن نتعامل معاهم ازاي؟ في البريفنشن ماشي، عشان الشخص ده ما يحصلوش صليبي تاني، وعشان الصليبي يعني هو ولا يحصل له صليبي ولا يجي له صليبي اولاني ولا يجي له صليبي بعد كده بعد البتاع. كل الاستاديز في البريفنشن لقيت انه مفيش بروتوكول معين اقدر ان انا امشي عليه الشخص ده. بمعنى ايه؟ في مثلا ناس بتقول ان انت تتحكم في الني فالجس في التمرين عشان هو ما يعملوش في البتاع، فتلاقيه مثلا بيربط بند ويشدها ويشد عكسها عشان ما يحصلش ني فالجس تاني في الملعب. ده مش انديكيتور لاي حاجه ماشي. طيب ايه في حاجه؟ لا قدامها 4 دقايق ماشي، انا قدامي 4 دقايق واخلص. اخر سؤال. في البريفنشن كل اللي هتلاقيه في الداتا بتاعت البريفنشن هيقول لك سترينث تريننج ونيورو ماسكولار تريننج، هما حاجتين ماشي. سترينث تريننج هيقول لك ينزل الجيم مثلا 3 مرات يمرن كل الماسلز بتاعه اللور ليمب، اماميه وخلفيه، طبعا بتمارين يعني محطوطه له هو شخصيا، بس سترينث تريننج ان جنرال. مفيش ان انا امنعه يعمل دي ني فالجس مثلا وهو في التمرين، مفيش مثلا ان انا احط له مش عارف ازود له الموبيليتي بتاعه الهيب فده هيحسن له هيخليه ما يحصلوش اي سي ال انجري. ده مش موجود خالص. هو بيقول لك سترينث تريننج ونيورو ماسكولار تريننج. نيورو ماسكولار تريننج دي ايه هي يعني ايه نيورو ماسكولار تريننج؟ يعني ان هو لو الشخص ده بينزل الملعب بيجري بالكوره وبيروح يمين وشمال، يبقى انا لازم كواحد دكتور رهاب او كواحد مخطط احمال او ايا كان لازم امرنه على الحاجات دي قبل ما ينزل الملعب، لان هو في ستريس كبير جدا جوه الملعب ان هو لازم يكسب ومدرب بتاعه ومش عارف ايه. طيب قبل كده لازم ان انا ابقى بمرنه على الحاجات دي كلها. فانا عندي مثلا ان انا احط له سبورت سبيسيفيك تريننج، لو هو بيجري في الملعب بالكوره يبقى معاه يجري في الملعب. طيب هل البالانس تريننج مهم؟ يعني اوقفه مثلا على كوره وعلى رجل واحده واخليه يحاول يبالانس؟ ده ما بيحصل، ده مش مهم قوي مع اللعيبه مثلا زي بتاعه الكوره او الباسكت او كده. الستاديز اللي شفتها في التريننج اللي هو البالانس تريننج ده قال لك ده مهم مثلا للعواجيز اللي فوق 60 سنه، اللي هو اصلا هو لو ماشي ما عندوش بالانس فممكن يقع، فده مهم قوي ان هو يتمرن على الحاجات دي. بس واحد بينزل الملعب بيجري على ارض صلبه مفيش اي بالانس بول زي مثلا ان انا اوقفه على حاجه وتقعد تديله اهتزاز كده، فايه فايدتها ان انا انزله الملعب يعمل كده؟ بس النيورو ماسكولار تريننج بيركز اكتر على فكره ان انا الشخص ده لازم اعمل له كل الحاجات اللي هو بيعملها في الملعب اعملها له بره الملعب، اعملها له وهو معايا، عشان لما ينزل الملعب يبقى عنده كونفيدنس عالي قوي ما يحصلوش مشاكل او بقى الريسك بتاع الانجري اقل. برضه هل انا بقدر ابريدكت الريسك بتاع الانجري؟ مستحيل. هو ده سؤالي، يعني اللي انت بتقوله كله مستحيل. يعني صح جدا، بس سؤالي ان انا مش مستني منه اجابه على قد ما انا يعني بعمل زي اوبن ديسكشن كده، اللي هي اصلا مالهاش اجابه، زي ان هي مستحيل تديتكت اصلا. انت بتتكلم نيورو ماسكولار تريننج، انا بقى بسالك على النيورو ماسكولار فاتيج. ما هو الحاجه اللي بتبوظ اللي بتعمل مثلا نون كونتاكت انجري فبيحصل من الموضوع نيورو ماسكولار ما بيكونش احسن حاجه. اوكي. هو النيورو ماسكولار فاتيج ما بين البرين والماسل بالظبط مش احسن حاجه، فبيحصل النون كونتاكت انجري بالظبط. ازاي بقى اتحكم او اقيس النيورو ماسكولار فاتيج فاقدر ان انا خلاص بقى بعد يعني اسحب الشخص ده قبل ما اتوقع ان هو ممكن يحصل له نيورو ماسكولار فاتيج، او مثلا نيورو ماسكولار فاتيج بتاعه دلوقتي في سكيل معين مثلا في الدقيقه 60 من الماتش هو عالي عن نسبه معينه، فانا اقدر اسحبه قبل ما يكون في خطوره عليه. زي مثلا في الجي بي اس داتا بيقيسوا الاسترس الواقع كارديوفاسكولار وبيقيسوا كل ده فممكن يطلعوا بره الماتش في نص الماتش. بس هل هو بيبريدكت انجري معينه؟
ايه هل هو بيبريدكت انجري معين؟ لا بيبريدكت الاوفر اول فاتيج. اوفرول ستريس، بس ما يقدرش يقول مثلا ده هيحصل له اصابه في الاي سي ال. لا خالص. مستحيل. فالفكره بقى ده اللي كنا يعني محتاجين كلنا نعرفه. بس بص انا مع هيفرق معانا كتير بس مش عارفين نعرفه. بس هو ما فيش يعني انا لما شفت ستاديز كتير في الحته دي، هو مستحيل تبريدكت اي انجري في الحياه. يعني مهما كان الشخص ده قوي، ما هو كان اعتى اللعيبه في الملاعب في ريال مدريد وفي برشلونه وهم بيتصابوا ليه؟ لان هو مستحيل ان انت تبريدكت. دي بقى نصيبك حاجه ليها علاقه بالحاجات الربانيه، يا اما انت شخص نازل مش جاهز الملعب، عندك اصابه قديمه ما عالجتهاش فمش عارف ايه، او انت شخص مش جاهز بدنيا ان انت تنزل الماتش ده مثلا. بس هو ما فيش اي طريقه، لكن هو في داتا، في قصدي ماشينز او زي ما انت بتقول جي بي اس داتا متطوره جدا بره مصر بتدينا داتا كويسه. بس هل الداتا دي احنا استخدمناها لسه في اي ان احنا نقدر نبريدكت اي حاجه؟ لا. هما بيقيسوا حاجتين، الانترنال لود والاكسترنال لود. بالظبط. فعن طريقهم بيقيسوا الاوفر اول ستريس على الجسم ده. فبيقولوا خلاص اللعيب ده مثلا، يعني في فرقه مثلا هاند بول بتسحب، بيبقى مثلا الاناليست واقف جنب الكوتش بيقول له مثلا فلان وفلان محتاجين يطلعوا دلوقتي حالا. اوكي. يعني انا شفت فريق بيشتغل كده، كنت مع فلان وفلان محتاجين يطلعوا دلوقتي حالا. اوكي. مثلا بتسمع ان ايزاك مثلا الماتش اللي فات خرج وهم خسرانين في ليفربول علشان هم قروا داتا معينه، فشافوا ان هو من الاحسن يخرج دلوقتي قبل ما يحصل له اصابه. بس الحاجات دي بتقيس الانترنال لود والاكسترنال لود، مش بتقيس النيورو ماسكولار فاتيج. فهو اللي هيساعدنا بقى في كل ده ان احنا، بس هو حتى لو قاس النيورو ماسكولار فاتيج برضه يعني هم هل الكلام ده ما عملوش مثلا في اصابه اي واحد من اللي كانوا بيتصابوا؟ لا ما عملوش. كانوش بيعملوه. النيورو ماسكولار فاتيج بيبقى اكيوميليتيف. لا ما بتكلمش عن النيورو ماسكولار، بتكلم عن عموما القياسات دي اللي هي انترنال واكسترنال لود في اللعيبه اللي اتصابت اوريدي. اكيد كان محطوط عليهم ستريس عالي وكانوا بيسيبوهم ولا ما كانوش بيبقوا عارفين؟ هو كل الفرق شغاله بالجي بي اس داتا، الفرق شغاله بيه. بس فكره ان هو ايه، مش كله بيبقى معاه الاوبشن ان هو يسحب اللعيب او ان هو يعني انت مثلا لو ميسي في الملعب مش عمرك ما تسحبه. مش هتسحبه يعني، هتسيبه يتصاب. مش مهم. يعني انا صح، انا كده فاهم قصدك يعني. بس في الاخر ان احنا عمرنا ما هنبريدكت الانجري، ولكن ممكن يبقى في ماتريكس زي ما انت بتقول كده تسحب لي اللعيب بره قبل ما ممكن برضه ممكن وممكن اسيبه يكمل عادي عادي ما يحصلوش اي مشكله يعني. بالظبط بس